السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. الترند هذا اللي بسمعكم إياه الحين. اسمعوا اسمعوا، لي تعليق. كل الناس الحين هابين فيه في الترند هذا، ويليتهم صراحة ما هبوا فيه. بعلمكم الحين الكلمات صراحة، فالها أقشر، فالها سيء. مع احترامي، يعني ما قصدي أتكلم عن الشيلة ولا قايل الشيلة ولا منشد الشيلة، لا. أنا أتكلم أن صراحة استعمالها في هذا الترند بهذه الشهرة، والكل قاعد يحط صورته القديمة وصورته الجديدة مع هذا الترند. ما ودي. شوفوا بدايته وش يقول زي ما سمعتوا. وش اللي جرالي أيامي صارت مأساوية. يعني فيها تفاؤل بالشر. وزي ما تعرفون الكلمة اللي دائما الناس يقولونها: البلاء مو كلب المنطق. يعني قد تقول الكلمة وتنطبق عليك. الله يعافينا وإياكم من الشر. حتى أنا اليوم بغيت أشارك في هذا الترند، بس يوم شفت الكلمة معناها سيء قلت والله ما أشارك فيها. ما ودي أتفاول على نفسي أو على مستقبلي زي ما قال في الأبيات: مأساوية. الواحد مو بناقص، عنده بعض الأشياء فما وده يزيد. فإذا كنت بتستخدم، بتشارك وتحط صورتك القديمة وصورتك الجديدة عام مدري كم وعام 2024، اختر أي نشيد أو شيلة أو ذا ما يكون معناها سيء، ما يكون فيها فعل نقشر، لا. يعني يكون معناها يعني فيه تفاؤل ولا شيء. نصيحة يعني. وترى هذه تنطبق على أكثر الترندات الموجودة في التيك توك. بعضها صراحة مرة مو بزين، زي قصيد، زي ترند من زمان يقول ما أدري، ترند نفس الشيء معناه سيء. بعضهم يحطون على صور أطفالهم صورة قديمة يوم كان صغير ثم صار أكبر، وهم معناها سيء، فيها تفاؤل، يتفاول على ولده بالشر. فنصيحة: ركزوا في الكلمات، مو بلازم تصير مع الترند. اختر كلمة ثانية، اختر قصيدة أو نشيد يصير معناه زين، حتى لو انه في ترند اقل مشاركات. بس اهم شيء ما تتفاول على نفسك او على طفل او على ولدك او على غالي عليك بفعل اقشر. عافانا الله وإياكم من الشر، والسلام عليكم.